السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ ونقول بقى بسم الله ونبدأ في وصفات العيد الكبير وأحبهم لقلبكم الحواوشي. الحواوشي من الوصفات الحلوة جدا. تعالوا النهاردة نعمله بطريقة حلوة، مقدمة معاه سلطة خضار بالمايونيز والزبادي وبطاطس محمرة بطريقة لطيفة جدا، والمخلل بتاعنا. الحواوشي كريسبي وجميل جدا. هقولك على طريقة اقتصادية للحمة. معايا هنا توم، بصل، فلفل الوان وفلفل حامي. هضرب كل دوت وبعد كده نشوف هنعمل ايه سوا مع بعض. بعد ما ضربت الخضار مع الفلفل مع البصل والثوم، هنشوف هنزود ايه على اللحمة. مكون حلو جدا يخلي الحواوشي طعمه كويس وفي نفس الوقت ما يغيرلكيش من طعم الحواوشي. نزلت كمية اللحمة بتاعتي اللي انا حطيته ده يا جماعة، المقادير دي لنص كيلو من اللحمه المفرومه. حطيت قد ايه؟ حطيت 3 وحدات من الفلفل الالوان، اصفر واحمر واخضر، فلفل حامي، وحطيت بصلايه كبيره، وحطيت كمان 4 أو 5 فصوص من الثوم. هحط عليهم ايه؟ هحط عليهم 4 معالق من البرغل. الاربع معالق من البرغل دول هيزودوا لك اللحمه معاكي، هيخلوا في تماسك للحمه بتاعتي، وفي نفس الوقت هيضاعفوا الكميه، مش هيخلوكي تحسي باي حاجه، وزودتي القيمه الغذائيه. طب لو انت عايزه تشتغلي بلحمه بس، ارفعي الخضار الفلفل الالوان، وارفعي البرغل، واشتغلي بلحمه مع الفلفل الحامي والبصل والثوم بس. انا هنا حطيت بهارات 7 حبات، فحطيت فلفل اسود. في اكتر من وصفه موجوده على القناه عندي للحواوشي. تمام. انا النهارده هحط له شويه جبنه موتزاريلا فوق الوش كده وندلع الدنيا بتاعتنا. وصفات العيد عايزينها تبقى وصفات لطيفه، وهنبدا مع بعض بالحواوشي فيها ان شاء الله. هحط كمان كميه الملح بتاعتي. ما تنسوش احنا هنا بنتبل مش للحمه بس، لا للحمه والخضار والبرغل. هبتدي بقى اعجن كل الحاجات اللي معايا دي، وادخل المكونات في قلب بعضها كويس جدا، علشان خاطر اللحمه تاخد من الخضار والتوابل بتاعتها. يبقى حطيت ايه؟ فلفل اسود، حطيت بهارات 7 حبات، وحطيت ملح. كمان لو عندي حبهان مطحون مع كبابة صيني بيبقى حلو جدا، بيديكي تيست حلو قوي للحواوشي بتاعك. قلبي بقى كل ده كويس جدا. في ناس بتحط كمية بصل كبيرة جدا للحواوشي وبتقلل موضوع الفلفل. انا هنا البصل بينزل مية، وبرضه هيخلي اللحمة تكش معاكي، لكن الخضار بيضيف قيمة غذائية، بيخلي لون اللحمة حلو جدا، وفي نفس الوقت بيديكي الكمية الزيادة اللي انت عايزاها. فزي ما احنا شايفين هنا نص كيلو اللحمة المفرومة، بصوا ما شاء الله بقى وفير، هيكفي كمية كبيرة ان شاء الله. الوصفات الحلوه بتاعت اللحمه بتاعتنا زي البوفتيك الكداب، اللي بيتعمل باللحمه المفرومه، عملته اكتر من مره. بصوا هنا انا ابتديت ان انا احطه في قلب الرغيف، والجبنه الموتزاريلا سايحه وخارجه من الطبق من الصينيه في الفرن اهي. حاجه يعني تحفه، من غير ورق زبده ولا اي حاجه خالص. مسحه سمنه بزيت بسيطه من تحت ومن فوق للرغيف، بيطلع معاكي مقرمش وجميل وتحفه كده. خش على درجة حرارة 180، بتقعد حوالي 10 دقايق بالظبط، تلاقي الرغيف استوى معاكي، بس ما تنسيش تقلبيه على الناحيتين. البفتيك الكداب اللي باللحمة المفرومة موجود على القناة، وهنعمله تاني سوا مع بعض. هنعمل وصفات باللحمة المفرومة تكون اقتصادية شوية عشان العيد ان شاء الله. الفترة اللي جاية هننزل وصفات كتير كويسة، تابعوني ان شاء الله. لو بتشوفوا الفيديو في الاول، انا مرمر ودي قناتي على اليوتيوب. يسعدني جدا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الوصفات الجديدة. يلا بقى ندخل الكمية التانية بتاعتنا بتاعة العيش. بصوا انا هنا حاطة مع اللحمة جبنة موتزاريلا، بتدي طعم حلو جدا، وكمان بيبقى شكلها حلو قوي اثناء الاكل. مش قادرة افتح لكم حاجة لانه مولع يا جماعة. تمام. الوصفة كانت حلوة جدا. ما تنسوش هستنى تطبيقاتكم اللي بننشرها على البيج بتاع الفيسبوك، واي تعليقات عايزين تكتبوها اكتبوها وانا ارد عليكم. اشوفكم بخير. وصفة جديدة من وصفاتي. كانت معاكم مرمر محمد من ميرو في المطبخ، كوين اوف ذا كيتشين. السلام عليكم ورحمة الله.